السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتحياتي لأخوتي المشاهدين في قناتي. وكل عام وأنتم بخير جميعا. في بلداننا العربية والبلدان الإسلامية، وإن شاء الله يا رب يتحقق أماني كل واحد فينا، إن كان ويتحقق أماني شعوبنا المسالمة حقيقة والمسلمة، وخاصة في غزة، في فلسطين، وفي لبنان، بسوريا يلي صحيح سقط فيها النظام. بس سبحان الله، المعارضين ما المعارضين بين قوسين. أنا صرت أكره هالجملة هي اللي اسمها بين قوسين، لأني لا والله ما بقول إنه صرت بين قوسين. بين قوسين يشك، وقت بقولوا بين قوسين في شكك. إذا بطلع فيصل عبد الستار بيقول بين قوسين، وبطلع كمال اللبواني بيقول بين قوسين. المشكلة اليوم عنا بقلة الشرف، بقلة الشرف، وصار واحد بالخيانة. قلة الشرف وقلة الوطنية والخيانة. فيصل عبد الساتر تدمر حزب الله، وبطلع بتشوفوه انه عم بيحكي وبيحكي بثقة بالنفس الحلقة. عرفت انا بالنسبة لفيصل عبد الساتر بالفعل مو قصة. شفنا انه شلون اسرائيل دمرت حزب الله، وفيصل قاسم هذا فيصل عبد الستار تبع الناطق بتبع حزب الله، شلون بيقول انه الجماعات الارهابيه بسوريا والجماعات، بقصد على ما يسمى مثل ما قال بين قوسين الجولاني، ومثله هذا كمال اللبواني يلي ما في غير يحط العصي بالعجلات، وما بعجبه العجب ولا الصيام برجب. وقال علماني هو، وعلماني وبارك بالسويد يا هلا نرجع نحن اول شيء فيصل قاسم نعرفه عاد في الشعب السوري، فهي من كبات. بس بنجي على اللي قال انه كان معارض وهو ضد نظام بشار الاسد. اليوم شفت له حلقه عم بيحكي عن الاعلان الدستوري عن تشكيله الحكومه الجديده. الزلمه ما بيعجبه شيء، ما بيعجبه شيء. يعني و... انا اليوم بدي احكي عن سوريا والمواطن النزيه. المواطن النزيه، شقد ما كان مواطن انه شلون بدي احكي انه المواطن لازم يكون قلبه على البلد، مبين قلبه على البلد، انسان من نفسه. اما كمال اللبواني ما جبت له حلقه الا ضرب 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 وحكي فاضي، ومن على زمان النظام وكانت الثوره قايمه، ويحكي لصالح النظام اكثر من جماعه الثوار. اليوم سمعته بكلامه انه ما عجبه شيء، وقال للصيف بده يسقط معه للصيف، وحدد انه نزلته هو لسوريا بالصيف، وحدد انه موعد انه بالصيف انه بده ينزل لسوريا. ما بعرف اليوم يا اخي، لو انك انسان انت نزيه وشريف وعندك ضمير، انت ومثل امثالك، انت وامثالك. انا بجمعكم كلياتكم، لكم هدف واحد بالاحرى، ما بدكم المسلمين يحكموا نهائيا. جماعتنا نحن السنه ما بدكم يحكموا بشكل من الاشكال. امريكا من طرف، واسرائيل من طرف، اوروبا من طرف، والناس الظالمه والناس الفاسده في سوريا من طرف. بس لاني شفته هالانسان هذا يلي بالحقيقه هو اللي حرر، الله كان له فضل كبير على هالجماعه، وهو اللي حرر، وهو جماعته حرروا، وهو اللي آلف بإذن الله، آلف بين قلوب المقاتلين، وقاموا بهالعملية يلي ما أكلت 11 يوم. الله سبحانه وتعالى فتح عليهم. اليوم
رح أقول للمعارضين واللي كل شيء بده حكم ذاتي وخبزاتي وأمحاتي وشركاتي، لو عندكم ضمير وشرف، لو في ضمير وشرف فيكم، كنتوا بس بتقولوا خلي هالشعوب هي النازحين المهجرين نهدي الأحوال بسوريا، بلكي هالناس يرجع، بلكي هالناس يلي ريد معه صار قرشين يرجع يبني بيته يستقر، يعني يساوي مثل ما بقول اكتفاء ذاتي في بلده، معه كم مرة بقدر يشتري للبيت طاقة شمسية، بقدر يرتب بيته إذا كان فيه تهديمة، ممكن يعني ممكن كله، يعني الإنسان شقد ما غاب عن وطنه بضل بحن له، بضل بيشتاق له وبيحب يموت فيه. أما أنت يا سيد لبواني ورامي عبد الرحمن والتاني سمير متين وغيركم كتير، بنقول حسبنا الله فيكم، لو انكم شرفاء بيقول واحد خلينا ننتظر سنة سنتين، من أول شهر وشهرين وثلاثة أربعة بدكم عصا سيدنا سليمان، خاتم سيدنا سليمان وعصا موسى، يعني بدكم مثل شيطان من شياطين جنود سيدنا سليمان كانوا شياطين. قال لهم بالمعنى مين بقدر بجيب لي عرشة لملكة سبأ؟ قام ايش قال له الزلمه؟ قال له واحد من الجنود من الشياطين او المردة، قال له انا اقول انا بقدر اجيب لك اياه قبل ان تقوم من مقامك هذا، يا قبل ما يخلص جلسته واجتماعه مع وزراء واجتماعه مع جنوده واجتماعه مع شعبه، برو بجيب لك اياه. فقال الذي عنده علم انا اتيك به قبل ان يرتد طرفه. ايش الطرف؟ يعني غمضة العين. والله وساواه وجاب له يعني والله لو كان سيد احمد الشاه رئيس الجمهورية باذن الله بقدر يجيب لكم اياه لاشوفكم واوصفكم قبل ان يرتد طرفه، الاستقرار بسوريا ومنفعتكم وهدوء وراحة بالكم، فما بدكم ترضوا، ما راح ترضوا ابدا. بشكل اعلان دستوري، لسه اعلان، ما بنرضى. بشكل حكومة انتقالية وعلى الكفاءات وعلى الشهادات وعلى الخبرات ما بنرضى. بيقوم بشغلة ما بنرضى. قال له يا سيادة الرئيس أرضاء الناس غاية لا تدرك، وأنت بتعرف أكثر مني والله يعطيك علم، الحمد لله رب العالمين. أرضاء الناس غاية لا تدرك، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام اللي بيمثل يعني خلافة الله على الأرض من بعد الله عز وجل، بيمثل خلافة الله على الأرض من بعد الله عز وجل، ما اقتنعوا كثير من الناس فيه. يعني شق القمر وأنطق الشجر وأنطق الحجر بإذن الله، واعترفت فيه الحيوانات، حتى الجماد والشجر والحجر كلهم اعترفوا، حتى من جباهزة الكفر في قريش، حتى ملك الروم بالشام وقت راح أبو سفيان وقالوا ماذا تقول عن هذا الإنسان اللي إجا بيناتكم، عن الرسول ملك الروم، فقال له حدثني عنه. وكانوا صحيح كفرة كانوا على زمان قريش، بس كانت كلمة الكذب ما ينطقوها، إذا تحدث بيناتهم الواحد يتحدث من صدق، بصدق يتحدث. فبلغوا صفات الرسول عليه الصلاة والسلام، مش قال له
قال له شايف الملك هذا النبي تبعكم والله لا يملك حتى الارض اللي تحت انا اللي واقف عليها بده يملكها. بس نحن ايش بدنا نعمل؟ بناس شرف ما عندهم. يعني انت بلغت من الكبر والعمر عتية يا كمال لبواني، عيب عليك اعتزل السياسة وبروك على طرف، لأن اليوم ما حدا داير باله منك. كلامك لا بيأخر ولا بيقدم. وسمير مهتيني كمان لما زبلت التاريخ، يوم بتفقوا الحكومة وقسد تمدح هون وهون، يوم بتسحبوا قسد بتعوي إلهم وبتنبح إلهم، وبتنبح لأمريكا وبتنبح لإسرائيل وبتنبح للإمارات. اليوم عفوا عننا، نحن عفوا عن الشعب السوري يلي ريد يرجع. نحن بنعرف ايش بدكم، ايش بدكم اكثر من هيك؟ ايش بدكم؟ يعني ايش بدكم؟ بلد صار 20 مليون مرة حكيناه محطم من كل شيء، حتى نفسياتنا مطرمخة. والله ناس بتجي يعني بدها تحل امر علقانين عيلتين مع بعضهم، وفي قتلى بيناتهم، في دمار بيناتهم، بقولوا لهم اول شغله خلي الله يهدي النفوس، يهدي بيناتهم، ولا تذكروهم بشيء تاني صار. خلي شوي 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 ليدخل طرف ثالث. بيجي بيحكي لي هذا كمال لبواني ما عجبه هون، هدول ارهاب، هدول عم نبحث عن البعث مرة تانية، عم نبحث عن يعني ايش يساوي لكم؟ يعني نحن مبسوطين فيه، ونسبة المبسوطين ويعني الفرحانين بسيادة أحمد الشرع ووجوده بالحكومة. يعني لو قلنا أنت الشعب لو حطوا نسبة 49.80% أو 90% لمعارضين، وحطوا 50.10 لجماعة الشرع اللي نحن بنكون إن شاء الله منه، ممكن ديمقراطية نحن أكثر، بس نحن ما عم نكون هالنسبة. نحن في نسبة أكبر من هيك بكتير بسوريا وداخل سوريا وخارجها، وأنتم بتعرفوا هذا الشيء. هذا فحلوا عن كتافنا بقى. الناس بدها ترجع تستقر. العمى والله العظيم ما بتفهموا. والله بفكر كل واحد بقرا كتاب بفكر حاله انه صار عالم، وانتو جحيش، انتو بغال وجحيش وبهايم وخونة. كفانا ما كفانا. عطوا مرحلة سنة سنتين، وبعدين نخلص من مشكلة بتنبع مشكلة، نخلص من هون بتنبع مشاكل من هون. ما بكفي امريكا بيركت لنا محل المنطقة الاقتصادية كلياتها، وعاملين حالهم وبيجوني بشروط كنت ساوي الجيش هيك وهيك. مين امريكا؟ مين امريكا؟ امريكا مين؟ امريكا لو ما بتشوف كليب ونسيم منكم ما كانت تجرأت، بس لو تشوفكم كلياتكم قلب واحد كانت قطعت ايدها ورحلت من هون وقامت من هون. بدكم يبوس ايديكم ويبوس اجريكم لحتى ايش الدولة بدها تصير؟ ما يكون في إلها هيبة نهائيا. معناتها بالايام بس ترضيكم انا استرضاء، بقصد سيادة الرئيس احمد الشرع، بس ترضيكم استرضاء على شعراي بتقوموا علي. ما هو هيك. اخواني من يمين نتنياهو خرب الدنيا خربها، وفي من الشعب الاسرائيلي ما بده هالحرب، عم بفوت بحرب وبطلع في حرب، عم بيطلعوا عليه مظاهرات وكلياتكم شفتوا، كلياتكم شفتوا. إلى وقت حكومته إذا قدروا يسقطوه هلا سقطوه، ما قدروا سقطوا في إلى وقت حكومته، إلى مدة زمنية بدها تنتهي.
بيرو لحاله بده يفوت السجن. جماعة الدروز لن نتعامل مع حكومة إرهاب. إرهاب يا عيب الشوم، بس يا عيب الشوم طلع على لساننا شعر ونحن نقول أخوتنا وأخوتنا. يا عيب الشوم. إرهاب نتنياهو اللي عم يسويه ما هو إرهاب؟ ما هو إرهاب؟ أمريكا وقتلى أكثر من 3 ملايين طفل عراقي وكم أرملة وكذا وخرابة للعراق، ما هو إرهاب؟ حزب الله والأحزاب والميليشيات الإيرانية اللي قتلت ودمرت في العراق ما هي إرهاب؟ دمار أفغانستان ما هو إرهاب؟ بطلع لي واحد اسمه العربي وملتحي، والله ما بهلا من كمان شفته، اسمه من مستشار وزارة الخارجية الأمريكي، هو عربي. شلون هيك؟ عم يحكي إنه الجنود المقاتلين، في مقاتلين أجانب بسوريا، بقصد على الجيش الوطني أو تبعات ردع العدوان، إيش بقول عنهم؟ استلموا ألوية وعمداء واستلموا. إيه نعم بده يستلموا. إيه بده يستلموا. بيطلع معه شاب سوري من بيت البابا، الله 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 يبارك فيه، قال له إيش سبب العقوبات علينا؟ إيش السبب؟ أنا أعطيني سبب. يعني عربي هداك أمريكا بدافع عن أمريكا ومؤيد أمريكا وانبسط على أمريكا، قالوا إيش السبب؟ عرفان إنه كان نظام بشار الأسد السبب، بس ايه قالوا ما هو مشكلة، يعني عم بيحكي بلسان أمريكا. هذا المستشار العربي مستشار، إيه قال له ما هو بس بنغيرها بنساوي مثل يعني بنغير العقوبات من شانكم انتم. ومع انه يعني كان بابا لازم يقول له امريكا حراميه وصلبطجيه، امريكا لصه، هيك لازم يقول له، هيك لازم يقول له، لاني عم بيقول له انا ما لي علاقه بالحكومه، انا محلل، عم بحلل اللي عم بصير معنا. لا معناتها قال عربي، قال وعم بسال عن جنود، إيه انت عربي ايش عم تساوي بوزاره مستشار وزاره الخارجيه الامريكي؟ يعني بتطلع مع واحد يعني صرصور حشره التزم مع امريكا، صار هو بده يعلمنا القيم والشرف وبده يعطينا معايير انه نرضى باللي امريكا هي. نحن ما بتسوى عنا امريكا ولا فردة كلاشه، ما بتسوى عنا. نحن الشعب العربي، الشعب السوري، الشعب المسلم ما بنخاف لا امريكا ولا بنخاف من ازلام امريكا. نعم ما ضل شرف. قال عقوبات 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 ايشو؟ كان ايشو؟ مين امريكا هي؟ ليش القاضي تبعنا امريكا؟ العمى في اختها الشغله، ما بقى نخلص. وكلياته كذب وضحك على اللحى، كله كذب وضحك على اللحى، كلها مشان يفتتوا سوريا ويتقاسموا الثروات اللي داخله، وكلهم كذابين. هذا اللي بيقول 120 برميل نفط، وهذا اللي بيقول غاز هيك. سوريا فيها خيرات وهن بيعرفوها كلياتها، وكلهم قبل الثوره سوريا كانوا عم يحاولوا يساووا عقود مع بشار الاسد، كلهم. ما بكفي القتلى والشهداء يلي شحنوهم على روسيا وعلى ايران وعلى اسرائيل، يلي اخذوا منهم اعضائهم واخذوا عيونهم واخذوا الكبد واخذوا الطحال، فكفكوا حتى استثمروا الشهداء اللي عنا، اخذوهم نقلوهم كلهم. ما بكفي. انا ما عم بحكي من باب انا يعني من باب انه عم بتهم حدا، لا نحن متاكدين وشايفين بالفيديوهات. عود عائل لبواني، عود عائل سمير متيني، حط شحاطه بتمك واسكت بقى، اسكت من شان ما تندم. ندم ما بينفع بعد ندم. تدمرنا. اول شيء ارحموا الشعب السوري، لكن ارحموا هالارامل، ارحموا هالايتام. كفى كفى. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. ما راح نشوفه مثل صرماية الرئيس احمد شاه. انا لا عم بطبل له ولا عم بتسأل، بس هذا بدي واحد ختيار خرفان من السويدة بقول له نحن مهمشين ونحن مهمشين ونحن بنعرف على اطلاع مع الاسرائيليين من قبل الثورة السورية، وما حدا كان يسترجي معكم يحكي. مين؟ مو النظام،
لأني كنتوا مدعومين من الخارج، من إسرائيل ودروز إسرائيل وتبعات أمريكا. أنتوا ها بالذات الدروز، قولوا كلمتكم مو بخجل. كفل إسرائيل بدنا نوقف مع ومين أنت يا تلعنوا عليه؟ كفانا، تدمرنا. قولوا بس خلي المركب يمشي، خلي مباشر نشوف الكهرباء ونشوف المي، نشوف الناس شلون بلشت تنتج وتشتغل. بعدين تعال هون يا احمد شرع، نحن تغاضينا ومشينا معك لبين ما الامور تنحل. الشعب اللي برا والنازحين واللاجئين من بلاد اللجوء والنزوح كلهم يرجعوا على البلد، ونشوف احوال المدارس والمشافي والحدائق والطرقات والجسور. دولة كاملة مدمرة. زلزال من أكبر من أعلى الدرجات وقع بسوريا. لسه الزلزال أرحم، الزلزال أرحم. هذا انشو المعارض الشريف، المعارض اللي هلا كان على زمان بشار الأسد بيقول ما حدا يحكي كلمة نوب سقوط نظام الأسد ما صار له 3-4 أشهر. يعني الله اللي اسمه الله سبحانه وتعالى خلق الأرض وكون وخلق الكون كليته في 6 أيام، وهو رب العالمين يلي بيقول للشيء كن فيكون. الشريف من المعارضين، الشريف الشريف من المعارضين بهيئ أرضية للحكومة وللرئيس وبضب حاله بس لبين ما في شيء. ما في نص الشعب السوري برا لسه. خليه تدخل بقى شركات ما بقى تدخل. اللي بده يساوي استثمارات ما راح يدخل على هالشيء الموجود، ما راح يدخل. اسرائيل من جهه ومن امريكا من جهه وفلول النظام من جهه، ما بقى حدا يدخل. اليوم بدي يحصب مصاري يطلع مفلس وخسران. الدنيا كلها مصالح، كلها مصالح، ما حدا فرحان على سواد عينينا. المعارض في هالوقت في هالوقت المعارض ما في معارضة بناء وما بناء. المعارض هلا في هالوقت اللي نحن فيه بعد الثورة معارض للرئيس الشرعي، معارض هو معارض للشعب ومعارض للشرعية، وهو بدله خائن صراحة، صراحة خائن. لو بيكنه أبوي اللي ميت من 40 سنة. خليه تشتغل الشركات، نقدر نوفق حالنا مع قسد، نقدر نظبط مناطق البترول وما كل شيء. ما عنا شيء، ما عنا شيء. المناطق يلي فيها اقتصاد سوريا بيركة فيها امريكا، وبحجة هاد ما هي هالدول هي امريكا هي معها بتريد سوريا تمشي، ريد تنفذ احلام القذارة بنيامين نتنياهو، وفي مع اللهم صل على محمد، في مع الدروز والخونة من عنا. كل واحد صار يطالب لي تدخل إسرائيل وتدخل أوروبا وتدخل بطيخ مبسمر. لو ما نكون نسين ما طلبتوا تدخلات من برا، لو ما أجرمتوا بحقنا ما طلبتوا تدخلات. ما عنا شيء نسند عليه، ما عنا شيء نسند عليه. ما بتتركوا بقى الحكومة تستقر تمشي مصالح الشعب. خلينا نمشي، وبالأيام ماشي عجبنا كلياتنا بننط وكلياتنا بنحكي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرجو يكون يصل الفيديو لشريحة وسيعة ومشاهدات تكون بأعلى مستوى، وتعليقاتكم حتى تصل فكرتنا، حتى أنا وغيري نقدر هالناس نفضحهم.
السلام عليكم. بتمنى منكم تشاركونا على أوسع نطاق. اكسبلور. إعجاباتكم، تعليقاتكم كتير كتير بتهمنا، كتير كتير بتهمنا. يعني عم بحاول أنا مشاهداتي قوية، كني يعني ما بعرف أنا لا اليوتيوب ولا بعرف، بس ممكن يكون أنا فيديوهاتي ما عم تعجب شركة اليوتيوب فيها، يعني نقد لأعداء وطننا وأعداء المسلمين، وفضح للخونة. فبتمنى تحاولوا قدر الإمكان تقووني، وإلي أمل في الله ثم فيكم.